في الاكل هيبقى سنتك غبره. هخليه رمضان استغفر، هخليك تعيدي عند امك. الله على فرش رمضان وجماله. يلا اخلص بقى عشان ايه الصبح ما يبقاش ورايا حاجه، اروح على ماما على طول. يلا تحفه كده اهو. البفات دي طلعت حلوه قوي. ايوه مين يا ترى؟ السلام عليكم، ازيك يا غاده؟ تعالي يا ماما اتفضلي. عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه. عامله ايه؟ الحمد لله. تعالي اتفضلي، لسه كنت الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده حلوه قوي. وحاوي يا وحاوي. كل سنه وانت طيبه. الله جميل بتاع عمورتي. اه عمورتي الحلوه. عامله لسه ايه؟ مخلصه وكنت بفرش المفارش. ما شاء الله. لا الحاجه جميله قوي يا غاده. الله يخليك يا ماما اتفضلي. لا تحفه تحفه. تسلمي الله يخليكي يا رب. يلا يا اختي يعيش ويجيب لك ابني يا رب. الله يخليكي الله يخليكي. بكره ان شاء الله يا غاده. ان شاء الله. اول يوم رمضان هنفطروا هنا ان شاء الله. هنا فين؟ هنا عند ابني في شقته. اول يوم رمضان؟ ايوه. هو انت مش بتعزميهم يا ماما عندك تحت؟ لا ابني قال لي يما افتحي البيت طول ما انا مش هنا اكن يما موجود بالظبط. بس ده انا رايحه افطر عند ماما. لا هو قال لي ما فيش، كلكم يما افطروا مع بعض. انا جايبه لك بقى بصي بطه، وجايبه لك فرختين، وجايبه لك كيلو لحمه، وبصي وست جواز حمام. حمام اول يوم رمضان؟ ايوه يا اختي اول يوم رمضان. هو اكل عروسه؟ لا يا بنت مش جايه بناتي وجواز بناتي وانتي واعوذ بالله من كلمه انا واخت العيله كلها. بصي يا ماما بعد اذنك يعني انا دلوقتي رايحه افطر عند امي، بناتك جايين يفطروا عندك، انا كمان عايزه اروح افطر عند امي. لا يا غدا ما ينفعش تفطري معانا في وسطينا، اقعدي في وسط بناتي. يعني ما انت اهو، ما هم ما راحوش اهو عند حماتهم. يا ستي انا مالي اللي حماتها مسافره واللي حماتها هنا، انا مالي، انا ماليش دعوه. انا متعوده اول يوم رمضان. مش كفايه يا ابني مش معايا؟ طب اعزميهم عندك يا ماما. لا يا اما عندي ايه؟ اعزميهم عندك. لا انا فرشت ونضفت ومش قادره اعمل حاجه تانية. فرشتي ونضفتي؟ طب ما انا فرشت ونضفت. لا انت بتجيلي الواحده تعمل لك يا غاده، انا غلبانه يا بنتي لا بقدر اعمل ولا اسوي. يعني انا برضو عشان اجيب واحده تعمل لي بتيجي ببلاش يا ماما؟ بقول لك ايه يا غاده، خلاص انا قلت وابني انا كلمته قلت له يا حبيبي. بس انا خليل مكلمني الصبح وعارف ان انا رايحه عند ماما. ايه اللي غيره؟ ايه اللي قلبه؟ قال لي يا ماما خلاص البيت مفتوح يا حبيبتي، روحي وغاده تعمل لك الاكل واعزمي اخواتي. طبعا انت مش هتكسري خاطر، مش هتكسري كلمه ابني اللي هو جوزك حبيبتي وكلمتش. يعني انت يرضيكي؟ لا اله الا الله. هو انا بقول لك يا بنتي حاجه وحشه؟ بقول لك اعملي لنا الغدا وكل الفطار وكلنا نتلموا على سفره رمضان. انا غلطت في ايه؟ على سفره رمضان؟ هو في ايه يا غاده؟ انا مش هفضل اتحايل عليك يا غاده. الله، هو انت على طول في كل مناسبه تفرحي عيالك وانا اللي اتكسر بخاطر؟ لا انا مش كل شويه اقعد اتحايل عليك. حد اختي ابوس ايدك مش تعملي لي اللقمه ولا ايه؟ حول الله يا ربي. ده يعني في اول يوم العيد لا لازم نفطروا هنا، يبقى اول يوم عيد كبير لا هنا واقفه لا هنا. ايوه يا اختي. هو في ايه ايه اللي مزعلك؟ في العيد الكبير بنذبحوا الذبيحه ونيجوا ناكلوا الكبده والقلب وايه يا اختي؟ ما انا برضو عايزه ارتاح وببقى فرشه بيتي برضو ونفسي ارتاح. وفي العيد الصغير بتصلوا العيد ونيجوا ناكلوا الكحك والبسكوت والشاي بلبن. قصرت معاكم في ايه؟ ما انا برضو اهلي نفسهم يفرحوا بيا زي ما انت بتفرحي ببناتك. وفي رمضان بقول لكم اول يوم كلنا نتجمع على سفره رمضان. غلطت في ايه يا حبيبتي؟ ماشي. وانا برضو امي نفسها تفرح بيا، نفسها اخش عليها. هات امك يا اختي تاكل معانا عادي. لا انا امي ما بترضاش تيجي وحد موجود. امي بتحس. لا ما هو باين يا اختي. بقول لك ايه، انا كلمه ورد غطا. الاكل اهو. الصبح ان شاء الله هجيب لك البسله واجيب لك الملوخيه واجيب لك القلقاس. كل ده؟ اي. ولا بلاش قلقاس، هيبقى 2 خضر. والله اللي يريحك يا ماما. كده كده خلاص الواحد مش هيبقى ليه نفسي ياكل. لا بصي هتاكلي ان شاء الله. بصي يا حبيبتي هجيب لك كيلو بسله واجيب لك كيلو ونص قلقاس واجيب لك كيلو ملوخيه. هتبقى كتير الملوخيه. بنتي غدا انا نفسي اكل سبانخ وتحطي لي فيها فريك. عارفه الفريك انت؟
لا ما بعرفش اعمل السبانخ. دي تحفه تحفه اعمليها تحفه. انت لو عايزه اعمليها. يا بنتي بياخدي حتتين لحمه وسقطيهم مش فيها. انت بتعرفي، مش انت هتقفي الصبح تجيبي الخضار وتساعديني؟ بقول لك ايه، مش عايزه سبانخ، مش عايزه من المفروض وشك. بقى يجوا يساعدوا الصبح. مين دول؟ بناتك. لا يا ماما، بناتي قاعدين في بيوتهم يساعدوا ايه؟ هيجوا بقى مع هما جايين جوازاتهم اه طبعا. وجوازاتهم دول هيجوا عندي يعملوا ايه وانا جوزي مش موجود؟ لا يا حبيبتي، ما ده جواز تفتحي بناتي. البيت تحت. لا يا حبيبتي، ده جواز بناتي يا ولا ماما، انتوا يجوا في لازم أي وقت. تتعايقوا هنا وتبهدلوا الدنيا؟ ايوه، هنا شقه ابني بسم الله ما شاء الله مفروشه، وجايبه فانوس رمضان وجايبه هلال رمضان، لازم هنا يا اختي يجوا. لازم تبهدلوا. ويقعدوا لا على نسيبوا لها الشقه نظيفه؟ لا ازاي؟ لا يا حبيبتي، انا البت اسماء تقعد على الطف ده والبت رشا تقعد على الطف ده، وانت اقعدي هنا على الكنبه جنبي. وماله؟ انت اللي انت مضايقك. عايزة ايه؟ غداء كلمه رد غطا الاكل اهو يكون ماشي. جاهز. بصي، تغسلي البطه وتنقعيها ميه وليمون وملح، ولو عندك برتقانه قطعيها وحطيها فيها. ماشي. هستناكي بكره اما تيجي نعمل الاكل، انا مش هبدا في حاجه غير لما يا تيجي. بنتي طب من بالليل حطي لا. حاجه تتنقع. خلاص خديها انت نقعيها. يا بنتي انقعي الحاجه من بالليل. ماليش فيه. عايزه تاخدي تنقعي نقعي. مش انتوا هنا هتفطروا بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله. اول يوم رمضان. آه. انا مش هعمل حاجه ولا مد ايدي في اكل غير لما حد يجي يساعدني. الفراخ دي ان شاء الله تتشوى، تبليها من بالليل، حطيها في الفريزر. لا خلاص. بلاش في الفريزر، في الثلاجه من تحت. الحمام يتغسل ويتنقع. ماشي يا غدا. حضري بقى الفريك. بصي يا اسماء عايزاه برز، ورشا عايزاه بالفريك، واحمد جوز اسماء عايزها بالفريك، يبقى 2 فريك. والبت رشا برضو معوزه جوزها على الرز، يبقى 2 رز. وانا بقى اللي واحده انت رز. عايزاه ماما اعمله لهم ان شاء الله. بصي، وانا واحده رز وواحده فريك عشان بحبهم قوي يا غالي. وماله؟ ماشي يا قلبي. امال مش بس- جايبه للعيال؟ مين؟ عيالي لا ما بيحبوا بياكلوش الحمام. حمام. لا لا، ما جبتش العيال، حتى هي الاسماء والبنت الرشا ما جبتلهمش. اكلهم بط وفراخ ولحمه. ماشي. لازم حمام. اشمعنى هم؟ عيال يا ماما ياكلوش حمام، يعمل لهم حماوي. انت فاهمه؟ ايوه انا الاكل اهو حبيبتي، نقعي يلا ماما. الاكل انا هحطه في التلاجة لما تيجي الصبح ان شاء الله تبتدي معايا. يا بنت ما ينفعش. ماليش فيه. يا بنت ما تبهدلنيش. انا لسه الدنيا. وانا مش هبهدل المطبخ، لسه فرشاه. الاكل اهو يا غدا، وانا عايزه الحاجه ما تتنقعش وما يتعملش في الاكل، هيبقى سنتك غبره. هخليه رمضان استغفر، هخليك تعيدي عند امك بس. انا كده كده هعيد عند امي. ان شاء الله حبيبتي. ان شاء الله. ابقي ورينا ماما بعرفك تعيشي من عند امك دلوقتي. ولا عند مين؟ وباقي الشهر كله ان شاء الله هعيد هفضل عند امي ده في الاحلام يا ان حبيبتي. شاء الله. ماشي يا خليل. انا تقول لي روحي وامك تقومك عليا تقول لي لا. ماشي. ما ترد. ايه خليل؟ هو في حد بيفطر عند حد اول يوم رمضان؟ احنا الصغيرين اللي بنروح نفتحوا بيوت الكبار ولا هما اللي بيجولنا؟ هو في كده خليل؟ يعني انا فرشه ومظبطه بيتي ومظبطه نفسي وراح افطر مع امي اول يوم، الاقي مامتك جايبه لي كيسه قد كده بط وشي حمام وشي معرفش ايه عشان اسماء ورشا وجوازاتهم وعيالهم بكره؟ طب ما تفتح البيت تحت يا خليل. هما لازم يبهدلوا لي الدنيا هنا؟ امي واخواتي؟ امك واخواتك لما تبقى انت موجود، مش انت في اخر الدنيا وانا برضو شايله الهم يعني. الله. وبعدين رمضان جاي في مدارس يا خليل، واحنا ورانا مدارس وورانا هم. انا مش فاضيه بقى للعزايم دي. واول يوم رمضان يا خليل، اول يوم هيقول لي تاني امي واخواتي. بص يا خليل، امك جت جابت اكل من الاخر كده، تكلم مامتك ماشي. انا مش همد ايدي في حاجه غير لما تيجي الصبح تساعدني، مش كل حاجه يرموها عليا، عشان خواتك مش جايين غير مع جوازاتهم على الفطور. انا الكلام اللي عندي قلت انا احط لها الاكل زي ما هو في التلاجة، ولا متبله حاجه ولا عامله حاجه. مش هم هيعكنوا عليا اول يوم رمضان؟ حلو جميل، وانت وافقت تمام، بس عرفها ان انا مش هعمل حاجه غير لما هي تيجي الصبح ماشي. وكفايه قوي حرق الدم اللي انا فيه، وكفايه ان انا هعكنن على امي. ماشي خليك كتر خيرك، وبعد كده ما توعدنيش بحاجه تاني. مع السلامه. حسبي الله ونعم الوكيل. والله لا حطه لها في التلاجة زي ما هو، يجرى اللي يجراكش ما يفطروش بكره.